طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم متابعيني في كل مكان، اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنعمله جراب لمصحف او غلاف نحمي بيه المصحف. بخير بطول عليكم، يا ريت لو اول مره تشوفيني تعملي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدا النهارده، نخش على طول نعملها. انا النهارده هستعمل خيط اسمه كارما باتيك، وهستعمل له إبرة 4 سنتي. نبدأ نستخدمه، والنهاردة إن شاء الله هنعملها بغرزة اسمها سيتيوس سي. فإن شاء الله هنبدأ على طول نخش على الموضوع. أنا هبدأ أعمل أول حاجة عقدة البداية. ماشي، بصي غرزة سي تو سي بتتعمل دايما من 6 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 ادي 6. تمام كده. هعمل ايه؟ بصي انا عندي كده هسيب 3 غرز، ادي 1 2 3 واخش في الرابعة. اعمل غرزة عمود بلف. ماشي، ادي غرزة عمود بلف. هخش في اللي بعديها، في اللي ال5 هعمل غرزة عمود بلف. اخش في ال6 هعمل غرزة عمود بلف. كده انا اتكون عندي 3 غرز. هعمل ايه؟ هرتفع ب6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. تمام كده، خليكي مركزة معايا. هخش في الغرزة الرابعة، ادي 1 2 3 ادي 4 واعمل عمود بلف. لحد دلوقتي احنا تمام مع بعض. ماشي، هخش في اللي بعديها اعمل عمود بلف، في اللي بعديها عمود بلف. بصي بقى الكون عندي ايه. هعمل ايه؟ هقرب لك الكاميرا شويه. طيب اهو، بصي الكون عندي هقص دي. هعمل ايه؟ هلف دي كده. بصي الاولانيه دي هلفها كده. تمام، واخش عندي، بصي عندي فراغ اهو. بصي عندي فراغ اهو. ماشي، في الغرزه الثالثه في فراغ. هخش في الفراغ ده واعمل منزلقه. تمام كده. بعد كده ارتفع ب3 سلاسل. تمام، بعد كده هخش في نفس الفراغ واعمل 3 عمود بلف. ادي 1 2 ادي كده 3. بصي الشكل، انا كان عندي 1 بقوا وصلوا 2. كان عندي 1 كده وصلوا 2 اهو. بصي الشكل، اقربهولك كده، شايفه كده كويس. طيب بعدين هعمل ايه؟ استني اخليك بس خيط، افك الخيط شويه عشان ما يعكسناش. هرتفع ب6 سلاسل. انا كده عملت 2 وادي 1. هرتفع ب6 سلاسل، ادي 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6. وبرضو هخش في السلسلة الرابعة، ادي طبعا 1 2 3 ادي اخش في الرابعة. اعمل ايه في الرابعة؟ هعمل عمود بلف. اخش في ال5 واعمل عمود بلف. اخش في ال6 واعمل ايه؟ عمود بلف. اهو بصي الكون عندي كده. هعمل ايه؟ هلف. طبعا همسك دي في ايدي عشان ما تتلفش، وهلف هنا، هلف الشغل ده كده. وهعمل ايه؟ هخش في الفراغ اللي احنا قلنا عليه ده اهو. في الفراغ ده اهو كده اهو كده اهو، شايفاه؟ واخش واعمل فيه ايه؟ منزلقة. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل.
بعد كده هخش في نفس الفراغ واعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3. وبعدين هخش في نفس الفراغ ده واعمل منزلقة في اللي بعديها طبعا، وارتفع ب3 سلاسل، وهخش في نفس الفراغ واعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3. بصي تكونوا عندي كام واحدة؟ ادي 1 ادي 2 ادي 1 2 3. شايفينها كده؟ طيب لحد دلوقتي احنا تمام مع بعضينا. هعمل ايه؟ هرتفع ب6 سلاسل عشان انا في اول لو في النص برتفع ب3، في الاول برتفع ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 ادي 6. هعمل ايه؟ مين يقول لي اوعي تنسي؟ هنسيبه 3 غرز ونخش في الرابعة واعمل عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3. انت كده دخلت في الست طبعا، الغرزة اللي هي الست. طب هعمل ايه؟ همسك الاولانية في ايدي وهلف دي كده، ماشي. واجي عند الفراغ ده واخش اعمل منزلقة، ماشي. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل عشان انا في النص مش في اول الشغل، اوعى تتلخبطش. واعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 ادي 2 ادي 3. تمام. طب بعد كده هعمل ايه؟ هروح في اللي بعديها، في فراغ اهو شايفه صبعي فيه اهو، هخش واعمل فيه منزلقة، تمام. وهرتفع ب3 سلاسل. بعد كده هخش في نفس الفراغ، ماشي. هخش في نفس الفراغ واعمل عمود بلفة، 3 عواميد بلفة يعني. ادي 1 ادي 2 ادي 3. طيب بعدين اروح في اللي بعديها، اخش فيها واعمل منزلقة في الفراغ اللي بعديها. لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام. هرتفع ب3 سلاسل. بعد كده هخش في نفس الفراغ واعمل 3 عواميد بلفة. ادي كده 3. بصي اهو الشكل اهو. بصي ادي 1 بعد كده بقى 2 بقوا 3 بقوا ايه 4. تمام. طيب وبعدين بعد كده استنى اثبت الخط تاني. هرتفع ب6 سلاسل عشان اقفل اول 1 2 3 4 5 ماشي ادي 6. بعد كده هعمل ايه؟ بصي هاجي عند الرابعة، ادي 1 2 3 4. هاجي عند الرابعة واعمل عمود بلف. هاجي عند ال5 واعمل عمود بلف. هاجي عند ال6 واعمل عمود بلف. طيب ادي كده اهو. همسك دي والف الشغل كده. بصي يبقى عندي ايه الشغل ايه كده. هلف الشغل الاول، هعمل منزلقة الاول. بعد كده هعمل في الفراغ اللي احنا اتعودنا عليه نخش نعمله 3 عواميد بلفة. 1 2 ادي 3
سوري احنا نسينا حاجة مهمة قوي. بعد ما عملنا المنزلقة، سوري انا اسفة، بعد ما عملنا المنزلقة نرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده هنعمله 3 عواميد بلف. ادي كده التالتة. تمام. طيب بعدين هروح في اللي بعديها، في الفراغ اللي بعديها اهو هعمل منزلقة، ماشي. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل واعمل في نفس الفراغ 3 عواميد بلف. تمام. بعد كده هروح في الفراغ اللي بعديه هاخد منزلقة، بعد كده ارتفع ب3 سلاسل، بعد كده هعمل 3 عواميد بلف. على فكرة انت الغرزة دي ممكن تعملي بيها 2 كده، ممكن تعملي بيها اللهم صل على النبي اسمه الشال، ممكن تعملي بيها شال كده. بصي انا دخلت في اللي بعديها اهي، خلاص 3. تمام. ممكن تعملي بيها بطانية بيبي، هتبقى حلوة قوي، هرتفع ب3 سلاسل كده، هتبقى حلوة قوي على فكرة. بعد كده اخش هنا واخد 3 عواميد بلف. طيب احنا هنقيس، بصي هو المصحف في الطبيعي انت بتقيسيه، بس انا مش هقيسه. ليه بقى؟ انا ابعت لك الكام شويه عشان تشوفيني. بصي المصحف هيبقى كده، ماشي، مش شايفاه كده اهو، هيبقى كده. هنقعد نطول كده وده يطول معانا كده. تمام. بتاع لما يوصل للطول اللي احنا عايزينه، المصحف هنا والطول اللي احنا عايزينه هنا، الطول هنا، ماشي. هقعد اكرر المواضيع دي كلها. انا كده وصلت للخامس، هقعد اكرر لحد ما اوصل كده. اول ما اوصل كده نرجع لبعضينا لحد عشان نبدا نعرف ازاي هنثبت، نوقفها عند هنا ما نسويتهاش ونكمل الباقي. نخلص ونرجع لبعضينا تاني اول ما نوصل كلنا للمصحف هنا. ورجعنا تاني حبايبي. بصوا احنا كده انا وصلت لهنا، هاخد اخر واحده، هعمل عمود هعمل سوري غرزه منزلقه. بعد كده هرتفع ب3، 1 2 3. تمام. بعد كده اعمل 3 عواميد بلفه، ادي 1 2 3. طب بصوا بقى، انا دلوقتي بتشوفوا الموضوع، نشوفوا ايه الطول اللي احنا عايزينه صح ولا لا. احنا كده الطول وصل للطول بتاعنا اهو كده، احنا كده وصلنا للطول بتاعنا. تمام بالظبط كده، وحتى لافف من ورا كده اهو بالظبط. فكده وصل للطول بتاعنا. هنعمل ايه بعد كده؟ طب احنا دلوقتي مش هينفع ان احنا نرتفع كده كده كده، هنبدأ نثبتها من هنا. طب هنثبتها ازاي؟ هو المفروض هنا هنرتفع ب6 سلاسل، لا احنا مش هنرتفع ب6 سلاسل. هلف الشغل كده، هلف الشغل وهعمل غرزة منزلقة في اول واحدة، اخش في التانية واعمل غرزة منزلقة، اخش في التالتة واعمل غرزة منزلقة كده عند الفتحة دي تاني، عشان هي الغرزة دي طلعت واسعة شوية، انا مش بحب الغرز الواسعة، ضيقها شوية كده اهو. انا بحب الغرز تبقى ماسكة نفسها شوية. دي مش عايزة تيجي ليه؟ ساعات بتبقي عملتي الشغل كله تيجي عند حتة معينة ومش عايزة تيجي معاكي اهو كده. انا عملت منزلقة كده بقى عند الفتحة دي، هعمل ايه؟ هخش واخد منزلقة زي ما احنا بناخد كده. بعد كده ارتفع بقى ب3 سلاسل، 2 3 زي ما احنا بنعمل.
بعد كده هنخش نعمل 3 عواميد بلفة. طبعا عشان ما تتلخبطيش هنحط ماركر هنا في المكان اللي مش هيبقى فيه تزايد، اللي هيبقى ثابت في اي مكان يعجبك، بس تعرفي ان الناحيه دي هي دي اللي ما فيهاش ايه تزايد. تمام. ادي كده 1، ادي كده 2، 3. هروح في اللي بعديها واعمل ثابته 3 سلاسل. اوعى غير سي2 سي لخبطك. غرزة سي2 سي سهلة أوي على فكرة. تمام. ادي كده هاجي اعمل في اللي بعديها منزلقة وارتفع، اعمل 3 سلاسل 3 عواميد بلفة سوري. اجي في اللي بعديها اجي في اللي بعديها اعمل منزلقة، ارتفع ب3 سلاسل، نخش هنا اعمل 3 عواميد بلفة، هتفضلي كده لحد ما ترجعي هنا. هنا هتعملي 6 سلاسل، هتعملي نفس الحركة وهتيجي لحد هنا نوصل لبعض. دي هنرجع تاني بقى كده ونرجع بعض ونشوف الدنيا لما تثبت هيبقى شكلها ايه. ورجعنا تاني. بصي احنا عملنا ايه. دي طبعا الناحية اللي فيها التثبيت اللي فيها الماركر، ما تنسيش. هنعمل ايه، اخش هنا واسحب منزلقة. المفروض ارتفع ب3 سلاسل، مش هرتفع بحاجة. هلف الشغل كده واخش منزلقة من ورا. ادي واحدة ماشي، ادي التانية، ادي التالتة. جينا عند الفتحة هنخش فيها منزلقة، وبعد كده هنرتفع ب3 سلاسل. ادي 1 2 3. بعد كده نخش فيها ب3 عواميد بلف. ادي 1 2 ادي 3. بصي بقى بدأنا ايه. بصي بدأ يبقى فيه تساوي، مفيش ارتفاع اهو ماشي. هنشتغل شغلنا عادي، شغلنا هنشتغله عادي، وهنرجع تاني لحد ما نوصل لهنا ونرجع لبعض. ورجعنا تاني. بصي انا وصلت للاخر. هعمل دي كده، خدها منزلقة ماشي، وهلف الشغل كده، هلف الشغل واخش في الشغل واخش فيها هنا منزلقة اهو. ادي منزلقة، ادي التانية، ادي منزلقة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. تمام. بعد كده بركب 3 سلاسل. بعد كده بخش هنا، بخش بقى شغلنا عادي، بعمل شغلنا عادي خالص. كده بس بدأ بقى يعمل ايه معايا، بدأ ياخد خط ايه مستقيم اهو. بسم الله. بصي اهو بدأ يعمل معايا. بصي عامل ازاي، خط مستقيم اهو. كده وانتي كده من ورا
هنفتح طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده لحد ما نوصل طبعا هنا اهو. طبعا فوق كده بدأ يعمل معايا كده. هوصل طبعا الطول لحد هنا ونلفه ونشوف الدنيا هتمشي ايه معانا. هخلص المجموع الطول اللي احنا عايزينه وحد اللفه اللي احنا عايزينها ونرجع لبعضينا.